قدمت الأم وقالت لها إنه قربت بتعليق، فقالت لها بنتك ألحى. يعني أنا أريد أشير طبعا ثلاث أشياء بهذا الموضوع. طبعا قد أكو ناس ما أشارت لهذا الموضوع كامل، بس أنا أحب أشير إلى بشكل مختصر. الشيء الأول إنه كيف يعني تتبرأ الأم من بنتها بهالطريقة هاي. يعني هذا يعني شيء، يعني تتبرأ. نعم هي تبرأت، لأنه أنت من تستهزئين ببنتك بهاي الطريقة وتستنكفين من الأداء، معناتها يعني هاي من النوادر طبعا البنت تفتخر بابنها وبنتها، وهذا متعارف. اما الغير متعارف انه الام، وخاصة الام، يعني مو بس الاب، يعني مو الاب وانما الام يعني بالتحديد. الام هي مركز العطف، مركز الحنان، مركز التضحية والتواضع، خاصة على ابنائها، وهذا نعرفه يعني حتى بالحمام، يعني بالطيور، بالكائنات الاخرى، الحيوانات هم نفس الحال هذا نشوفه. كيف الام هي تداري ابنائها، اما تستنكف من عندها فهذا شيء غريب. هذا الشيء الاول اللي اريد يعني ابينه. الشيء الثاني انه انتم ما سمعتوا باللقاء انه كيف قالت الام، قالت لها انت ايش قد صار لك متزوجه؟ قالت لها انا صار لي اعتقد قالت لها اكثر من 15 سنه. فاكثر من 15 سنه صار لها متزوجه. قالت لها تزوجت عن حب وحب يعني تقليدي؟ قالت لها لا تقليدي. هذا اثبت لي اني دا احكي اني يعني اختصاص بهذا الموضوع، انه دليل على انه الام ما تحب الاب. هي لو تحب الاب كان شرفت بالبنيه، وهذا شيء طبعا كثير من المواقع ما انتبهت له. حتى لو كانت يعني انه الام ما تحب الاب، هم يصير تستنكف من ابوها، يعني تستنكف من البنيه لان ابوها هي ما تحبه. يعني هذا شيء يعني بصراحه شيء هم عجيب غريب. الشيء الثالث اللي اريد اشير له هو شيء ان المذيعه او المقدمه اللي يعني حاولت انه، يعني بدل ما قال، يعني بدل ما يعني هو الاعلام المفروض يصير يعني هو يظهر اشياء زينه جميله، لكن بوقتنا هذا الاعلام صار عبء على المواطن وخاصه بالعراق. فبدل ما انه تقول لها لا هذه بنتك، هذه ما يصير تستنكفين منها، وهذه يعني انت تكوني مركز حنان، مركز قوه لها، مركز يعني ثقه، فهي بالعكس بعدت الام، بعدت بنتها اللي قالت عليها شلحه. والاعلاميه بالعكس قامت هي مع هذه المراه، وحده بيعطف الثانيه، ووحده يعني سامر الثانيه بالجمال، ووحده تقول لها انت جميله، ووحده تقول لها انت جميله، والبنيه ما اهتموا لها نهائيا. وهذا ايضا ضد الطفوله، ضد احترام الطفوله. وهذا بالعالم كله حتى الحيوانات يحترموها ويقدروها والها حقوق. لما بالعراق حتى الاعلام ما يظهر هذا الشيء، يعني يظهر يعني الاشياء الجميله، الاشياء الزينه، الاشياء الصحيحه. هذا طبعا باختصار اللي اريد اقوله. اتمنى يعني انه تنتهي هاي الظواهر وتنتهي هاي الاشياء. واذا كنت مثلا ما تحبين زوجك او زوجها ما يحبها، انه ما تظهرون هذا على التلفزيون، وما تظهرونه لابنائكم. فهذا بصراحه شيء خطر وخاطئه وخطيئه كبيره بصراحه. شكرا ومع السلامه.